يا صباح الفل والورد والياسمين على اجمل متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ لو لسه اول مره تشوفوني احب اعرفكم بنفسي. انا رندا ودي قناتي على اليوتيوب، والنهارده راجعه لكم فيديو جديد حلو جدا جدا جدا، 3 جدا اهو. ليه بقى يا ست رندا حلوه قوي كده؟ عشان بجد العيون دي يا جماعه لو كنت شفتوها قبل ما تبقى شكلها كده كنت بجد تعرفوا الابداع في الفيديو. عايزه اقول لكم بوصفه بسيطه جدا جدا هنرجع العيون زي ما انتم شايفينها كده. عايزه اقول لكم صباعي كمان متعور، ده انا لو ما كانتش يعني فيا اصابه كنت خليتها فل فل يعني. طيب ايه يا ست رندا المكونات؟ هقول لكم متستعجلوش، بس اللي لسه ما اشتركش في القناه يلا بسرعه ينزل يشترك ويفعل الجرس ويختار الكل ويعملوا اللايك والكومنت الحلو. يلا تعالوا نشوف المكونات. شايفين الجمال؟ ايه رايكم؟ خبيت عنكم حاجه انا؟ اهو. اهو شايفين؟ ايه رأيكم؟ جميلة. يعني بصوا انا سبتها لما استوت. عايزه اقول لكم اللي انا بعملها يا جماعه كل اسبوع مره، مش هقول لكم كل يوم، كل اسبوع مره بمسكها ادعكها. بس انا بقى المره دي سبتها قيمه كده حوالي 15 يوم. 15 يوم ايه، قولي شهر. بقالي كتير جدا ما غسلتهاش عشان اعمل لكم فيديو واوريكم ازاي بنضفها حتى لو منظرها كده واسخن من كده، وبقالها سنين ما عملتهاش. انت ايه اللي جابك يا ست انت معاهم؟ انت خليكي على جنب. دي بتاعه القهوه بنستعملهاش. بس يعني ايه، مش مشكله هندعكها معاهم عشان ما تزعلش. تعالى بقى نقول المكونات بسرعه يا ست رندا بقى. بصوا بقى المكونات معايا هنا بسيطة قوي. معايا هنا كربونات الصوديوم وعليها شوية ملح ليمون. ملح الليمون هنا كان عندي شوية صغيرين، قلت مانيش نازلة بقى اجيب مخصوص، هحطهم وهزود بالليمون. ومعايا هنا خل هاخد منه كوباية. ومعايا بقى الاختراع اللي انا بحبه جدا جدا في اي تنظيف، الزيت المستعمل. ومعايا شوية صابون سائل. وكنا عملنا قبل كده الشفاط بالزيت المستعمل، وهسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. تمام. ومعايا ليمونه. في اي مشكله؟ مكونات سهله جدا جدا وبسيطه. جبت حله بقى ما بستعملهاش، الحله دي يعني ايه سايباها كده للمهمات الصعبه اللي زي دي. تمام. وهبدا بقى احطهم كده، وهبدا ارش عليهم الكربونات وملح الليمون، وهنزل عليهم بالخل. الخل مثلا قومي ايه حطي كوبايه، كوبايه الا ربع، يعني كتري كده ما تستخسريش فيها. تمام اهو. قيمة كوباية كده. بصوا الفوران بقى فوران فوران يعني. تمام. وهبدأ بقى ايه اللي انا احط بقى المكونات، اللي هو الصابون السائل والزيت المستعمل. الزيت احط بق صغير مش هكتر، وهحط صابون سائل برضو حبة صغيرين. تمام كده. شايفين؟ سهل جدا جدا جدا. وهبدأ بقى اقطع الليمونة 2 واعصرها عليهم اهو. شايفين كده؟ وطبعا نخلي بقى معانا الليمون ليمونة تانية عشان ندعك بيها ايه اللي هو النحاس، ونرمي القشرة في قلب الحلة. وانا بقى كنت مولعة على الكتل مية مغلية، وهحط عليها مية مغلية. شايفين؟ سهلة جدا جدا، مفيهاش اي حاجة ولا فيها اي مجهود ولا اي مكونات صعبة ولا اي حاجة بتتعب ولا حاجة. اهو. سخنت الكتل وهبدأ بقى ان انا احط ايه المية المغلية عليهم. شايفين؟ اهو. لحد لما اغطي كل العيون، انا عايزه كل العيون تبقى في الميه. وبدات بقى حطيتها على البوتاجاز كده، وولعت البوتاجاز لغايه لما تغلي. هتغلي غلوتين 3 كده، وارفعهم من على النار. بس كده. بس طبعا خلي بالك بقى منهم عشان هما سخنين. انا عامه بدعكهم هما سخنين، بحاول استحمل شويه بس اشطفي ودعكي. اهو كده خلاص غلوا وبقوا زي الفل. بصوا، عايزه اقول لكم ان الميه مش لونها اسود، لونها فحلقي، اللي هو اللون اللي بين الاسود الزفتي ده، عارفينه؟ بس كده. بصوا بقى، جبت العين كانت مولعه طبعا، هبدا اللي انا اغسلها واجيب ليفه كده اللي هي السلكه العاديه دي. تمام. بصوا مش عارفه امسكها. يا بنتي اغسليها. طب هغسلها بقى، هغسلها. ما بدهاش برضو. طيب. شفتوا استحملت ازاي؟ عشان انا عايزاها سخنه قوي. بدات بقى اللي انا ادعك فيها حته حته كده. عايزه اقول لكم يا جماعه سحر، بجد سحر. شايفين؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه؟ بجد سحر. انا ما بدعكش، انا بقول كمان صباعي يعني متعور فيه اصابه. يعني لو صباعي سليم كان، بصوا عايزه اقول لكم كنت نزلت عليها كنت حاسه ان الحديد بيطلع في ايدي. بجد يا جماعه روعه 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 فوق ما انتم متخيلين. ولا بقى نحك بسكينه ولا نعمل اي حاجه. شايفين الجمال؟ اهو. حته حته كده، واركني على جنب وامسكي اللي بعده. شايفين؟ حتى انا مش قادره امسك السلكه يعني. شايفين؟ في ثواني. طبعا الحاجات الصغنونه دي هطلعها برضو، مش هسيب حاجه. اهو.
بصوا بقى اللي هي اللي عامله زي الحوامل دي. وعلى فكره الخلطه دي ما برميهاش، بستعملها برضو في حوامل البوتاجاز، حلوه جدا. بس الحوامل هعملها لكم مره كمان بطريقه حلوه قوي قوي قوي، هتبقى يعني اشد من الوصفه دي كمان، لان الحوامل انا عارفه بتبقى صعبه جدا في الدهون. شايفين؟ وادي العين الكبيره اهي، في ثانيه واحده اهو. شايفين عملت حاجه انا؟ طبعا بقى لو عندك جوانتي سيليكون ده البسيه، انا عندي على فكره بس مش عارفه ليه ما بلبسوش يعني، مش عارفه. بس انت لو عندك البسيه ما تقلدينيش. خلاص. بصوا كده اهو. انا بقى قلت ايه اعمل لكم مصداقيه، وهنا كان النور بتاع الموبايل قفل، مش عارفه فيه ايه، بس مش مشكله يعني. اهو شيء، يا سلام يا ساتر يا رب، ايه العين دي هتنضف هتبقى فل. شايفين؟ فله. وصفة بسيطة جدا وسهلة، بستعملها في عيون البوتاجاز، بستعملها في فرن البوتاجاز، بستعملها في الحوامل ساعات، بستعملها في اي حاجة فيها حديد عايز ينضف نضفي بيها ولا يهمك، ولا بيضر حاجة ولا بيبوظ البوتاجاز ولا اي حاجة. عايزة افهمكم الحاجات اللي بتترش دي بوظت لي البوتاجاز قبل كده، وخلت العيون ما بتفتحش، والغاز تقل معايا، وكانت بهدلة يعني. بصوا. بس من ساعة بصراحة ما اتعلمت بقى الوصفة دي وانا شغالة عليها زي الفل، لا بتتعب ايدي ولا بتتعب صدري ولا بتبوظ الاجهزه ولا اي حاجه. شايفين العين بقت كانت عامله ازاي وبقت عامله ازاي في ثانيه واحده؟ خدت معانا حاجه ولا الهوا اهو. شايفين؟ وانا مش مجريه الفيديو ولا مسرعاه ولا مقطعه منه، علشان يبقى فيه مصداقيه، وتعرفوا ان بجد بجد الوصفه روعه يا جماعه، لازم تجربوها. واحنا بقى في موسم التنظيف، رمضان والعيد والدنيا ايه، ولعه في التنظيف. شايفين اهو؟ شايفين؟ بصوا بصوا الفرق بجد بجد يعني، روعة بجد. ما تبصوش على منظر ايدي يا جماعة، صعبة قوي بس تنضف يعني عادي. اهو شايفين؟ وكمان شوية الزيت بقى المستعمل ده يعني مش قادرة اقول لكم بيعمل ايه. بصوا دي بقى، دي هتبقى نحاس، عارفين يعني، انا كنت نسيت لونها مش عارفة يعني. هنعمل ايه بقى عشان يرجع لونها؟ بالليمونة. ونبدأ بقى بصوا هي بدأت تلون اهي، بس انا لا، انا عايزاها الذهبي الجميل ده، ده مش هينفع معايا. بالليمونة بقى ورحت دعكاها. بصوا شايفين الذهبي ظهر اهو، لون اهو. يا سلام. بذمتكم ايه رأيكم؟ وصفة جميلة جدا جدا. بس لو عجبكم الوصفة ما تستخسروش فيا الاشتراك واللايك والكومنت الحلو، وانتظروني في فيديو جديد. سلسلة التنظيفات ما بتخلصش معايا، وان شاء الله هبدأ اعمل لكم حاجات كتير جدا جدا جدا. بس متنسوش اللايك والاشتراك. والحياة اسهل مع رندا وبس. وباي باي.